اليوم ويانا شيفرلي تاهو 2025 فئة ال اس. نلاحظ الليد الامامي جاء بشكل كلش جميل، تمام، والاضاءة الامامية صار حجمها اكبر من الموديل السابق. الشبك الامامي متعودين عليه من شيفرلي. طبعا الانارة الخلفية جت بتغيير، تمام، شوية تغيرت، اوكي، صارت يعني بترتيب احلى. عن نفسي يعني بشكل عام البق مال التاهو، شكل الجنطة وشكل التصميم وكلمة تاهو بنص الوسط صراحة كلش حلو، كلش مرتب وانطهب وجمالية بالسيارة بعد أكثر. محرك التاهو بقى نفسه اللي هو ال8 سلندر 5300 اللي هو L84، والجير ايضا بقى نفسه اللي هو 10 سرعات. طبعا هاي السيارة تاهو ال اس مثل ما تعرفون تجي دوسة ثابتة وويل صغير اصغر من البريمير لهناك، تمام، ونظام التعليق مو شو اسمه مو سسبنشن اللي الهوائي، لا، يكون لوي ودبل عادي، بس ينطي قيادة كلش مريحة وشي كلش مرتب. طبعا السيارة تجي اكيد كوشنات كهرباء، والمفاجأة هو تغيير الشاشة او الداخل الامامي بالعدادات صارت كلش حلوة، تصميم كلش جميل. وايضا هاي الشاشة الثانية تصميم كلش حلو من شيفرلي. من نظري شيفرلي تاهو ال اس 2025 صراحة كلش مرتبة، ويعني حرفيا ولا غلطة. السيارة من الخلف حيل مرتبة وتصميمها ايضا جدا عصري ورياضي.